فرحة كبيرة في شارع كرة القدم العدناني. 3 منتخبات عربية تحفر اسمها في نهائيات كأس آسيا في أستراليا 2015. الأخضر السعودي يفوز على العراق ب2 مقابل هدف ويحقق فوزه الرابع على التوالي. سجل للسعودي تيسير الجاسم والناصر الشمراني، ليسود الرافدين قلص الفارق يونس خلف. السعودية الآن تحتل صدارة مجموعتها الثالثة بفارق 5 نقاط عن خصمها القادم التنين الصيني. فوز رابع أيضا للأبيض الإماراتي، الخصم هذه المرة منتخب هونغ كونغ وبرباعية نظيفة. افتتح سلسلة الأهداف سالم صالح، وعزز وليد عباس النتيجة في الشوط الأول، فيما أكمل عمر عبد الرحمن واسماعيل الحمادي الرباعية. في المجموعة الخامسة الإمارات في الصدارة أمام أوزبكستان بفارق 5 نقاط. البحرين كذلك في نهائيات أستراليا، آخر مواجهاتها جمعتها بالمنتخب الماليزي وفازت عليها بشق الأنفس بهدف يتيم حمل توقيع اسماعيل عبد اللطيف. البحرين الآن في صدارة المجموعة الرابعة ب10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن قطر. في نفس المجموعة هزيمة قاسية ألحقها العنابي بخصمه اليمني بنتيجة 4 أهداف لهدف، وسجل للقطريين سيباستيان سوريا وعبد الكريم حسن وسالم عوض خطأ في مرماه ومحمد عبد المطلب.